السلام عليكم شيرات، اهلين. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب، ويلقاوكم وصفتي دايما بخير وصحه وعافيه. نبدو بسم الله على بركه الله. اليوم راح ندير معاكم كيكه الليمون المشربه المعسله الحلوه الحامضه، المهم ما تفهمي والو كي تقعدي تاكلي فيها. نبدو بسم الله. راح ندير في الاشوار درت حبه تاع بيض، عبر تاع سكر، وعبر تاع زيت، وعبر تاع حليب. انا المكونات راح كاع نخلطهم مع بعض، ونزيد عليهم الزاز تاع الليم، مبشور الليمون. كي تبغي ترابي ما ترابيش هذيك القشره البيضاء باش ما تطلقش المروريه في الكيك تاعك، وزوج مغارف تاع عصير الليمون. هذا ما كان نخلطوا كاع السوائل مع بعض. هنا شيرت انا درت العبر غير صغير تاع عبر صغير تاع بلا صغير. انت اذا عندك العائله كبيره تنجمي تدوبلي المقادير، ونخلط كاع المكونات، خلط كاع السوائل مع بعض حتى يتجانسوا مع بعضهم، ونزيد عليهم كاس تاع الفرينه. ونفرغوا الفرينه ما تكثروش الشيرات، كاس يكفي، كاس بزاف بتجيكم الكيكه تجيكم خفيفه وتتشرب لكم. ومغرف تاع خميره كيميائيه، مغرف صغيره تاع قهوه، ونخلطوا كل شيء. وهنا شوفوا لي القوام تاعها كيفاش داير، يجي كيما لا جينواز. نديروها خفيفه ما تجيش ثقيله، ونفرغها في البلا. وديجا راني الكوشه تاعي راني محميتها من قبل وراني دهنه البلا، ونفرغ الخليط وندخلها طيب. وراح نخدم السيرو اللي راح نشرب به الكيك. عندي ربع كاس تاع سكر وربع كاس تاع الماء، نديرهم فوق النار يغلوا مليح مليح حتى يولي السيرو ثقيل، ونطفي عليه. من بعد راح نجيب الكريم شونتي، عندي عبر تاع شونتي وعبر تاع ماء يكون بارد، هذا اللي راح نديرها طبقه ثانيه تاع الكيك، ونخلطهم مليح مليح حتى تطلع لي لا شونتي. لازم الماء يكون بارد باش تطلع لك شونتي تاعك. شوفوا لي هنايا، ونخليها بجهه. ودركا راح نخدم سوبر كريم ولا كريمه الليمون اللي راح نديرها من الفوقه. عندي ربع كاس تاع الماء، وتحت الربع ليم، ومعطر ولا مركز تاع الليمون، مغرف تاع مايزينا، ومغرف تاع السكر. اللي تبغي حلاوه دير زوج مغارف سكر. الشيرات اللي ما عندهاش معطر ولا مركز تاع الليم تنجم تعوضه بشويه تاع زعفران، تعطيك نفس النتيجه. ونديرها فوق النار حتى تتقال، ونطفي عليها. وهنايا الكيك بعد ما طاب لي خرجته، نثقبه بكيغدون ولا فرشيطه باش كي نشربه السيرو يتشرب لي مليح. وهذه الكميه راح كاع نفرخها في الكيك باش تشرب لي مليح وتجيني الكيكه مشربه. نجيب كريم شانتي اللي طلعتها معكم. لازم الكيك تاعك تبرد باش تبدي تخدمي في الشانتي تاعك. وندير هكا طبقه ثانيه، من بعد نفرغ عليها سوبر كريم اللي خدمتها. الشيرات راح لي المقطع، بغيت نوريكم كيفاش خرجت لي. معليش تفرغيها من الفوقه، والتزيين يبقى عندك. دائما نقول لكم الجود من الموجود، اللي عندك زيني به وخدمي به. المهم تفرحي روحك، تفرحي عائلتك، تفرحي ولادك. الكيك يجي بزاف بنين شباب حامض، كيما قلت لكم ما تعرفيش راكي تاكلي الحموضه البنه الحلاوه، وهذاك الكيك المشرب. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. نتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده.